المدرسة الجديدة بقت تقول علينا جامد. ايوه، دي لسه جايه من يومين وابتدت تكتب علينا واجبات كتير. فعلا بنفتكر مدرستنا القديمة كانت أحن. يا رب نقدر نكمل في السنة الدراسية دي على خير. على الأقل دي آخر سنة لينا في المدرسة. أيوة، علشان واضح ان المدرسة دي هتقعد هنا سنين طويلة. لازم نخلص كل الواجبات في وقتها علشان ما تلاقيناش حاجه تعاقبنا بيها. مساء الخير يا بنتي، بتعملي ايه؟ بخلص شوية واجبات لأن المدرسة الجديدة بتدينا واجبات كتيرة جدا، يعني أنا لسه جاية من المدرسة وللأسف ورايا حاجات كتيرة جدا. انا مش بدافع عنها، بس ساعات لازم المدرسين يتصرفوا كده علشان مصلحتكم. بتقول ايه يا بابا؟ كل اللي بيعملوه المدرسين بيكون علشان تتعلموا وتستخدموا ذكائكم. يعني ناقص كمان انك تدافع عنها. انا بس بقول رأيي. تمام، لازم اخلص شغل، هنتكلم بعدين لو ما عندكش مانع. مش يا حبيبتي، تصبحي على خير. الو يا ماما، كويس انك كلمتيني. ازيك يا حبيبتي؟ كلمتك علشان اطمن عليكي. وحشتيني قوي، امتى ترجعي بقى من السفر؟ الويك اند ده انا راجعه وهاخدك كمان علشان تيجي تقعدي معايا شويه في البيت، ايه رايك؟ فكرة حلوة قوي. وفي كمان حاجه مهمه عايزه اكلمك فيها. ممكن تديني فكرة؟ لا، الاحسن نتكلم فيها وشنا في وش بعض. ماشي اوكي، مفيش مشكلة. خلي بالك من نفسك يا حبيبتي وخلصي واجباتك في ميعادها. عارفة يا بابا، حاضر. صباح الخير يا جيهان. اهلا، صباح الخير يا ميس. اظن حضرتك المدرسة الجديدة، مظبوط؟ أيوة وأنا مبسوطة إن أنا اتعرفت على حضرتك. انا اسمي اسماعيل وانا والد جيهان. تمام، يعني هنشوف بعض كتير بما إن أنا مدرسة بنتك. اكيد طبعا، وانا مبسوط، ويا رب بنتي تستفيد وتتعلم كويس في حصصك. انا لازم اروح دلوقتي، رايحة اقابل صحباتي، عن اذنك. ناقص كمان ان المدرسة الجديدة تبقى صديقة مع بابا. ده كده بقى شيء يقلق بجد يا جيهان. انا اتوقع ان انتي ناوية تفضلي في المدينة هنا. أيوة، أنا جيت علشان أستقر هنا. كويس جدا، لو تحبي تكلميني عادي من غير رسميات مفيش مشكلة. وأنا كمان شايفة كده، ممكن تناديني باسمي عادي لو حبيت. طيب تمام، انا لازم امشي دلوقتي، اكيد هنشوف بعض تاني. طبعا، ولو تحب أديك رقمي علشان نتواصل مع بعض، ممكن يعني لو في أي حاجة تخص البنت. فكرة حلوة جدا، خدي رقمي اهو. أنا عايزة الكل يسلم واجباته، مش عايزة ألاقي حد ما عملهاش. انتي يا جيهان نتيجتك كانت أوحش واحدة، محتاجة تبذلي مجهود أكتر. ازاي يعني؟ بس انا عملت كل حاجة زي ما حضرتك شرحت لنا. أنا آسفة، بس النهاردة هتفضلي بعد المدرسة في فصلي علشان تعوضي الدرجة، أنا ما بحبش الأعذار. بس حضرتك ما ينفعش تعملي كده. لا ينفع، وأنا هكلم والدك وأبلغه بكل حاجة حصلت. ألو، أيوة يا إسماعيل، أنا ليلى. اهلا يا ليلى، مبسوط ان انا سمعت صوتك، ازيك، عاملة ايه؟ بصراحة كده أنا متضايقة شوية. ليه؟ خير، ايه اللي حصل؟
اضطريت ان انا اعاقب بنتك وخليتها تقعد بعد المدرسة علشان تعوض درجة ضعيفة في الواجبات. مفيش مشكلة، أنا فاهم إن ده لمصلحتها، هي لازم تشتغل كويس علشان تجيب درجات كويسة. مبسوطة جدا ان انت متفهم حاجة زي كده، وبالمناسبة يا ريت تيجي يوم ونشرب قهوة سوا ونتكلم شوية. أكيد طبعا، تمام، مفيش مشكلة. انت بجد راجل محترم يا اسماعيل. باين عليكي واخد بالي إن انتي متضايقة يا جيهان. ايوه باين جدا. بس ما تتعصبيش من ليلى، هي بتعمل كده علشان مصلحتك. اهو بقيت تناديها باسمها بسرعة كده. وفيها إيه يعني؟ الست محترمة وعجبتني. واضح انها عرفت تكسبك بسرعة قوي يا بابا. أنا بس بطلب منك تسمعي كلامها، هي هدفها إنكم تتعلموا وتنجحوا. انا عارفة ان مفيش فايدة من اني اقعد اجادلك، فعلى فكرة حبيت اقولك اني هروح اقعد مع ماما في الويك اند. أهو أخيرا ظهرت مامتك. هي دايما مسافرة علشان شغلها وانت عارف كده كويس. وده كان من الأسباب إننا ننفصل. ده قراركوا انت عارف اني عايشة معاك علشان ماما مش قادرة تفضل في المدينة كتير. عارف، بس يا ريت تفكري كويس قبل ما تقرري تروحي تعيشي معاها. بس انا هقضي الويك اند مش اكتر. تمام، أنا هروح أرتاح شوية، تصبحي على خير. ألو، أهلا يا ليلى، كنت بسأل لو تحبي تطلعي معايا النهاردة. اكيد طبعا موافقة. رايحين على فين؟ وحشتيني قوي يا ماما. وانتي كمان وحشتيني قوي يا حبيبتي. بصي جبتلك هدايا قد ايه. ميرسي يا ماما، بس احكيلي بقى عاملة ايه في الشغل؟ لا انتي احكي لي عامله ايه واخبارك ايه في المدرسه. بصراحة من ساعة ما المدرسة الجديدة جت والوضع مش لطيف خالص. ليه في ايه يا حبيبتي؟ ايه اللي حصل؟ هي صار من جد انه كل شوية واجبات، ولو حد جاب درجات وحشة بتخليه يقعد بعد المدرسة بالساعات. بس كده لازم يتوافق عليه من الاهل، ما ينفعش تقرر ده لوحدها. بس بابا وافق وكمان بقوا صحاب. بجد باباكي والمدرسه بقوا اصحاب؟ اه، وكل مرة يوصلني المدرسة بيقعدوا يتكلموا سوا، واظن كمان اتبادلوا ارقام التليفونات. ده شكله كده رايح على قصه حب وجواز، مش كده؟ لا اوعي تقولي كده يا ماما، انا مش عايزة المدرسة دي تبقى مرات ابويا. بصي باباكي حر، لو قرر يرتبط بيها او باي حد تاني انا ما اقدرش اقول له لا. وعشان كده انا حابه اقترح عليكي ان انتي تيجي وتعيشي معايا هنا على طول. ايه بتتكلمي بجد؟ ايوه، وكمان شويه مش هسافر تاني وهشتغل من البيت، وعايزه نعيش سوا ونقضي وقت اكبر مع بعض. انا مبسوطة قوي يا ماما، انا نفسي اعيش معاكي. شكرا على العزومة، كنت عايزة اشوفك ونتكلم شوية في حاجات كنت عايزة اعرفها عنك. أكيد طبعا، قولي عايزة تعرفي إيه. انت مش مع والدة جيهان ده صحيح؟ إحنا اتطلقنا من فترة قريبة وإنتي في حد في حياتك. لا انا لوحدي. يعني ممكن يبقى ليا فرصة معاكي. طبعا، وانا عايزة اعرفك اكتر. باباكي والمدرسة بقوا قريبين من بعض صح؟ اه، بيكلموا بعض بالتليفونات طول الوقت، وبابا عزمها على العشاء في البيت كمان. المدرسة شكلها مش بتهزر. عامة بابا حر يعمل اللي هو عايزه، انا كده كده هروح اعيش مع ماما. وده أحسن قرار. يلا حضروا نفسكم، عندنا امتحان دلوقتي. ازاي احنا مذاكرناش؟ حضرتك ما قلتيش إن في امتحان. ودلوقتي عرفتم مش مشكلتي انكم متدلعين ومش بتذاكروا.
كلكم جبتم درجات وحشة، عشان كده هتقعدوا معايا بعد المدرسة وهتقعدوا تقروا الكتب اللي أنا جايباها. حضرتك ما ينفعش تعملي كده طول الوقت. أنا المدرسة هنا وينفع أعمل كده، ومش عايزة أسمع كلمة تانية زيادة. انتوا هتقرأوا كل الكتب دي، والأحسن تبدأوا دلوقتي علشان تلحقوا تخلصوا بدري. كويس جدا انكم جيتوا، العشاء خلاص جاهز. ليه ما جيتش تجيبني انت يا بابا؟ حبيت استغل الفرصة ان ليلى جاية تتعشى معانا فطلبت منها توصلك. ماشي، انا هطلع اوضتي، مش جعانه. لازم تاكلي حاجة، ما ينفعش تفضلي من غير اكل. الأفضل إن انتي تسمعي كلام باباكي يا جيهان. لا بقولك ايه، حضرتك مالكيش حق تقولي لي اعمل ايه في بيتي، ما تنسيش ان انا مش في المدرسه. جيهان، ما يصحش تكلمي ليلى كده، لازم تحترميها. لا يا بابا، الست دي بتعمل اللي هي عايزاه في المدرسه، لكن ده بيتي، ده حاجه تانية. انتي متعاقبة ومش هسمح لك تزعلي ليلى بالشكل ده. جيهان شكلها بنت متدلعة قوي، دي نفس طريقتها معايا برضو في المدرسة. بس لازم تتعلم تحترم الكبير مع الوقت. جيهان يا حبيبتي، كنت عايزة اتكلم معاكي في حاجة. اكيد يا بابا، اتفضل. انا وليلى قررنا ان احنا نتجوز. ايه؟ لا مش ممكن يا بابا. ايه المشكلة؟ انا حرة اتجوز بعد ما انا ومامتك انفصلنا. ايوه يا بابا، انا مش معترضه انك تتجوز، بس انا مش عايزه ليلى تكون هي مرات بابايا. وانا شايف ان هي مناسبة ليا ومبسوط معاها. بس انا مش هكون مبسوطه. وانا خلاص قررت. تمام يا بابا، بعد اذنك انا هروح المدرسه. يعني انتي بتقولي ان المدرسة تبقى مرات ابوكي؟ ايوه، واتعاشت عندنا في البيت كمان. يعني مش بس هتستحمليها في المدرسة، هتستحمليها كمان في البيت. عارفه، بس ده مش هيستمر كتير. جيهان، انتي هتضطري تعيدي الامتحان تاني. نعم، واللي بقى المره دي؟ هتعيدي الامتحان عشان انا اللي بقول كده، وانتي جايبة درجة وحشة. انت بقى ضدي علشان اللي حصل بيني وبابا الصبح، صح؟ افتكري اللي انتي عايزاه، بس انتي هتعيدي الامتحان تاني. ليلى، انتي بتعملي ايه؟ انا هروح اعيش مع ماما. انتي اتجننتي، بس امك مش هتقدر تتحمل مسؤوليتك ابدا. هتقدر، انا اتكلمت معاها وتشتغل من البيت، يعني تقدر تهتم بيا ونقضي وقت مع بعض. يعني انتي خلاص هتسيبيني لوحدي وتروحي عندها؟ وانت عندك ليلى، خليها معاك، انا مش هقدر اتحملها في البيت كمان. ليه مش عايزة تسيبيلي فرصة ان انا اكون سعيد؟ ما تفهمنيش غلط، بس انا عايزه اعيش مع ماما، وربنا يسعدك مع الست دي. يعني ده خلاص قرارك النهائي؟ ايوه، قررت من دلوقتي هعيش مع ماما. بكرة هاجي معاكي المدرسة، لازم اتكلم مع المدرسة دي واوقفها عند حدها. بابا هيزعق جامد. ده مش شغلك يا بنتي، خليه يزعق، انا اقدر اواجه اي حد. انا عايزة اتكلم معاكي يا مس ليلى. عايزة تتكلمي معايا انا؟ طيب وحضرتك بتكوني مين؟ انا مامة جيهان. ندى، ايه دي؟ هي بس بتحاول تعمل شغلها.
انا جايه اوضح لك حاجه، انت بتستغلي سلطتك وانا مش موافقه على اللي انت بتعمليه مع بنتي او مع باقي الطلبه. ولو فضلتي على الحال ده هشتكي للمدير لحد ما يشيلك من المدرسه دي خالص. بس انتي مش هتقدري تعملي حاجة ولا توصلي للمدير. جربي وشوفي، اعتبر ده اخر تحذير، ولو فكرتي تخرجي غيظك على بنتي هتندمي. يلا بينا يا جيهان. خدي بالك ندى عنيدة جدا وهتنفذ كلمتها، أنا عارفها، من الأفضل تتجنبيها وابعدي عن جيهان. كويس ان مامتك وقفتها عند حدها. ايوه، مش هتعرف تتصرف زي ما كانت ولو عايزه تحافظ على شغلها. انا فرحان قوي، الست دي كانت مفكره نفسها فوق الكل. دلوقتي مش هتقدر تأذينا كمان، مش هنشوفها في البيت تاني. الحمد لله خلصنا منها كده ومش هتقدر تعملنا وحش للأبد. الحمد لله اتخلصت منها ومش هتقدر تعملنا وحش للأبد.